لا ان شاء الله. المقبره في الحقيقه لها حرمات كل حال. يا عبد الحميد ذلك عام 1700 عام 1730. الحقيقه انا نحترمكم لسيدي محمد ما حقيش نتكلم قدامك. لا تكلم. لا يا عبد الحميد عندك كلمة في المسلمين والسائلة على التاريخ نعم. هم جابوه. اللهم امين ان شاء الله. تتعد براكن وكاينين بعض من العلماء والله كان شفتهم صلوا على نبي رسول الله يطلبوا يقول لك ادفني في المقبره القديمه. علاه؟ لان التبرك بالصالحين وهذه كرامه الاولياء لا ينكرها واحد، كرامات الصالحين فيها. وعجبتني هذه المقبره والله عجبتني حتى نشوقت انا باش ندفن فيها. والله العظيم قد شوقت انا بذكر ربك. يا سي عبد الحميد قال كاينين من المجاهدين الاولين كاينين مجاهدين وكاينين فيها الخير وكاينين فيها مشايخ الاولى وناس دعاء الله. ماذا بك نطلبك يا سيد الرئيس الاولين يقولون تحترموها. ولو كان ما هما ما نجوا حنا هنايا هما اللي جابونا وباه جاينا قاش انا ساكن في البلاد ابيهم هما قاش كره ينتمي لهذول. كل ما هما نجوا حنا صلى النبي. وانما المقابر لها حرمات والاموات لها حرمات وديروا لها صور. يا سيدي راه كاين اخرين يديروا صور على البلوطه. لا البلوطه افضل من البشر. سبحان الله العظيم سبحان الله. ربي كرم بني ادم بلا اله الا الله محمد رسول الله. ولقد كرمنا بني ادم وفضلناهم في البر والبحر. ربي ما كرمش المقابر لها حرمات والمسلمين لها حرمات. نطلب منكم ديروا لها صور. وراه طال الزمان او قصورة. انا قلت الحاج بن علي يا عيال قشيد في هنا خاطر ما عنده يروح ويرجع لها لنهائي. هذه ونستودعكم الله الذي ونشكركم على ان شاء الله. ربي يحفظكم. بارك الله فيكم وربي يبارك فيكم ان شاء الله. وربي يبارك في البلد وادعوا لهم بالرحمه والمغفره ان شاء الله لان الاموات راه محتاج منكم الدعاء ان شاء الله. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يجعل البركه ان شاء الله في هذا السنه. كلماتك هذه اللي يقول